Previous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضروري حنا في أي ندوة صحفية ديال المنتخب الوطني المغربي ولا بالضبط ديال وليد الركراكي خاصو يستشهد بريال مدريد، برشلونة، المنتخب المصري، المنتخب البوركينابي. النقطة الأولى اللي بغيت نقولها لك السي وليد الركراكي هو أن المنتخب المصري كان كيواجه منتخب ديال بوركينا فاسو اللي أقوى وأعتى من المنتخب الزامبي في الظرفية الحالية، ولعب مزيان على المنتخب المغربي اللي كان لاعب مع خصم اضعف من المنتخب البوركينابي. ما فهمتش واش انك تفهم هذه الجمله ولا لا، ولكن النقطه الثانيه اللي بغيت نقولها شكرا لعادل الرحموني، هذا الصحفي اللي وقف ند للند المراد متوكل وكذلك وليد الركراكي، وما كانش ضعيف الشخصيه كالصحفي اللي تقمع في الندوه قبل الفائته. اجي دابا نرجعوا للمقابله باش نهضروا عليها نقطه بنقطه ان شاء الله. اولا فاش يلاه شفنا التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي عرفنا على ان الرسم التكتيكي غيكون هو 4-2-3-1. هذا الرسم التكتيكي هذا اللي كيعتمد على العزوزي وكذلك عز الدين أناحي في الميليو تيران متاخرين، وكذلك حكيم زياش، ابراهيم دياز، وكذلك بن صغير انهم يكونوا لاعبين في الخط الامامي، ويوسف النصيري اللي غادي يكون اون بوينت. هذا الرسم التكتيكي نقدر نكون على انه كان شحيح في الفعاليه الهجوميه، وكان كذلك حتى انه لاقين مشاكل كبيره في الارتداد الدفاعي ملي كيشدوا المنتخب الزامبي الكره. غادي نهضروا على العشر دقائق الاولى اللي كان المنتخب المغربي محتكر فيها الكره، واللي كان المنتخب المغربي كيحاول على انه يدوز من العمق عن طريق ابراهيم دياز، ولكن التدخلات العنيفه اللي كان كيتلقاها ابراهيم دياز خلات على ان المنتخب المغربي ينتقل الاطراف، ينتقل الكره باش انها تدخل عن طريق حكيم زياش وكذلك تدخل عن طريق بن صغير. ولكن شفنا واحد الضبابيه في المستوى، شفنا اداء هزيل من لاعبي المنتخب الوطني المغربي. هذا الشيء اللي خلى على ان المنتخب المغربي يكون ما سجلش هذاك الهدف ديال ضربه جزاء في الدقائق الاولى، ما كناش غنشوفوا نفس الهدف الثاني والثالث، لان المستوى ديال المنتخب الوطني المغربي كان ضعيف بلا قياس. وفي الشوط الثاني شفنا والد الركراكي على انه بدا المقابله بنفس الشكل ونفس الادوار اللي كانت عند اللاعبين في الشوط الاول، ولكن ما لقاش حلول حتى الدقيقه اللي غادي يحاول على انه يغير كل من سفيان الرحيمي وكذلك ايوب الكعبي. هاد اللاعبين اللي كانوا مساهمين بشكل كبير في الهدف ديال بن صغير، اللي حاولوا على انهم يموهوا المدافعين ديال المنتخب الزامبي وخلاو بن صغير يكون بوحده في حدا الكاري باش انه يسجل هدف اللي نقدروا نقولوا عليه على انه اعطى الثقه للاعبين المغاربه، وحاول على انه يخرج اللاعبين من ذاك الضغط النفسي اللي كان عليهم. واخا المستوى باقي كنقول على انه كان هزيل بواحد الشكل اللي كبير وكبير بزاف، ولكن المشكله فين كانت في هادشي كامل السي ايوب؟ كنقول على ان المشكله كانت من الديبار. كيفاش من الديبار؟ اول حاجه والد الركراكي كيدخل نايف اكرد، هذا اللاعب اللي اصلا ما عندوش تنافسيه من كاس افريقيا. غتقول لي لا راه لعب المقابله ديال اتلانتا وخرج وتمعت. كنقول لكم على ان الفعاليه ديال نايف اكرد ما بقاتش من مورا كاس افريقيا، ما بقاش ديفيد مويس كيدخلو في ويست هام. كنقول لكم على ان هذا اللاعب هذا فقد التنافسيه من كاس افريقيا، وجينا ولعبناه مقابله مصيريه وخلينا العاب اللي شراتو كريستال بالاس عباد الله وما دخلناش باش انه يلعب، رغم انه اعطانا اداء كبير وكبير بزاف في اخر مقابله وديه لعب المنتخب الوطني المغربي امام المنتخب الموريتاني اللي لعب فيها ماتش كبير وكبير بزاف. حاجه ثانيه في الميليو تيران هو ان العزوزي نعم جيد في الارتداد وفي الافتكاك، ولكن باقي عنده مشكله كبيره وكبيره بزاف في الارتداد الهجومي ماشي الدفاعي. كيفاش انت كتمشي هوريزونتال وما كتمشيش فيرتيكال السي العزوزي؟ الحاجه الثانيه بزاف ديال اللاعبين كانت ما عندهمش الحرقه على انهم يسجلوا، على انهم يقدموا اداء كبير، على انهم يبينوا للشعب المغربي انهم حتى هما كيتقاتلوا. اذا كان الجمهور كيتقاتل باش انه يشجع المنتخب الوطني المغربي، اللاعبين ما كيبادلوش هذاك الشعور ديال انهم باغيين يقدموا كل ما لديهم باش انهم يقدموا مستوى كبير وكبير بزاف. المستوى ديال المقابله كان مستوى متوسط. هذا الاداء اللي تقدم في هذه المقابله ديال اليوم يقدر يدخلنا بواحد الشكل اللي نقدروا نكونوا ما شاكينش في المنتخب الوطني المغربي ديالنا، اللي نقدروا نكونوا مبينين على ان المنتخب ما عندوش مستوى اللي يقدر ينافس فيه في كاس افريقيا. والنقطه اللي بغيت نهضر فيها الثانيه هو
كيفاش السي وليد الركراكي انه ملي خرج شي حكيم زياش شفنا الاداء ديال برايم دياز تحسن بشكل كبير وبشكل مدحوظ، حتى انه هو اللي عطاك الباس ديسيسيف ديال الهدف الثاني، ولا كيخترق ولا كيعطيك لي ترونزيسيون بشكل اسرع باش ان الكره تمشي من الدفاع ديالنا الكار دي زويد ديال المنتخب الزامبي. وهذا الشيء اللي خلى على ان المنتخب الوطني المغربي يخلق اكبر عدد ديال الفرص ملي خرج حكيم زياش. ما غاديش نهضر على النرفزه ديال حكيم زياش وديال يوسف النصيري، علاش؟ لانه كيقول لك هذيك ايجابيه، وليد الركراكي كيقول لك هذيك القضيه ايجابيه، حيت كيبغيو يعطيو المستوى وكيبغيو يبينوا على انهم قادرين على انهم يبينوا اكثر. ما غنهضرش في هذا الشيء لان غادي نهضر في حوايج اعمق بكثير. هو ملي هذه القضيه كاينه، علاش ما تلعبش حكيم زياش هو العشره وابراهيم دياز هو اللي دير الباندا وتخليه تشوف كيفاش غادي يقدر يعطي ولا ما يعطيش؟ ولكن حنا كنشوفوا على ان هذيك الثلاثيه اللي كنا كنفرحوا بها كانت عندنا ديال اشرف حكيمي، ديال عز الدين اناحي، ديال حكيم زياش، ما بقاتش. فما درنا مشية الحمامه، ما رجعنا لمشية الغراب. هادشي خاصو تدخل يقدر يكون من الاداره، من المدربين ولا وداديه المدربين، انهم يبينوا الوليد الركراكي على النقاط، لان جوج ما كيتعلموش، المتكبر وراكم عارفين بلا ما نهضر. هذه حاجه وحده. الثانيه الحاجه الاخرى واللي غادي نختم بها الفيديو، الله يجازيكم بالخير اللعابه تقاتلوا معنا، تقاتلوا معنا. المدرب راه يقدر يكون يقول لكم انتم لعبوا في الدفاع، ولكن الا كانت عندكم الرغبه ديال انكم باغيين تفرحوا واحد 50 ولا 60 ولا 70 مليون مغربي، خاصكم تدخلوا التيران تقاتلوا. المدرب يقول لكم اللي بغى يقول، خاصكم نتوما تقاتلوا، خاصكم نتوما تبينوا على انكم قادرين على انكم تلعبوا في اي فرقه وفي اي منتخب. راه هادشي كامل بغيناكم غير باش تفرحوا الشعب المغربي. هذا ما كان في هذا الفيديو. ديروا جيمو سبسكرايب ودعموا القناه باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول. الى فرصه قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.